ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. هنتكلم عن حاجه قويه قوي 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 قوي. على مدار شغلي في اوريفلام، يعني ما بلاقيش فتره كبيره، الحمد لله محققه نجاح الحمد لله بفضل ربنا. بقالي 4 سنين وزياده شويه. كل شويه في تطور منتجات بيحصل، كل شويه الاقي المنتجات القديمه اتشالت والجديده اتحطت. لما تبقي شغاله في شركه، كل اللي هممها ان هي كل ما تلاقي تكنولوجي زياده ازودها في المنتج بتاعي، هطور لك من المنتج بتاعك، هغير لك شكله، اطور لك المنتجات اللي جوه. فانا بواكب العصر اللي انا فيه، زي ما دخل علينا الذكاء الاصطناعي، دخلت علينا حاجات كتير. فاحنا بجد بجد شركتنا بتطور من نفسها بشكل مش طبيعي. اولا، احنا عارفين في اوريفلام في حاجه مشهوره من ضمن اعلام اوريفلام، مجموعات سكين كير للبشره، علاجيه للبشره، اسمها مجموعات نوفاج. تمام؟ ايه قصه مجموعات نوفاج دي يا جماعه؟ مجموعات نوفاج دي حاجه واخده براءه اختراع، مفيش حد في العالم يقدر يقلدها. اللي يقلدها شركه تقضيه على طول. طبعا احنا عارفين ان دلوقتي البنات البلوجرز او بنات، احنا كنا نعرف ان الممثلين والمغنيين والناس دول هم اللي بس يروحوا يحقنوا في بشرتهم. دلوقتي بلاقي اعلانات بالهبل عن البوتوكس والفيلر وحقن الحبوب بتاعت البشره عشان ما تطلعش وحاجات غريبه، وكله بقى بيستهون ببشرته ويحقن يحقن يحقن، ما يبقوش عارفين اصلا ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. تمام؟ فالمهم، منتجات اوريفلام بديله للعك ده كله، بديله. اللي مصنع المنتجات دي دكاتره تجميل وعلاج على مستوى اوروبا، منزلين اسماء الدكاتره عشان نقدر ان احنا نسرش عنهم ونطمن ان دي واخده ان هم واخدين شهادات عالميه. فالمهم، مجموعات نوفاج دي بتهتم لو انتي عندك غمقان، بتفتح لك بشرتك، مش محتاجه تاخدي برشام ولا تلعبي في هرمونات جسمك ولا تروحي تحقني. عندك تجاعيد، عندك ترهلات، عندك حبوب، بتعالج كل ده. مجموعات نوفاج دي موجوده في اوريفلام من زمان جدا، كل شويه تقعد تتطور تتطور تتطور. اخر تطور ليها نزل كان ان المجموعه بتعمل لك نتيجه بعد 3 شهور، يعني بعد شهر تبتدي نتيجه وتتعالجي بعد 3 شهور. دلوقتي الشركه بتقولك انا طورتها لك، بقت اسمها مجموعه نوفاج بلس. انا مش عارفه هما يروحوا فين اكتر من كده. نوفاج بلس ان هي هتعالج بعد اسبوعين، مش شهرين، اسبوعين. 14 يوم، اليوم ال 14 هتلاقي النتيجه باينه، سواء في تصبغات هتبقى اتعالجت، في تجاعيد اتعالجت، ترهلات بتاعت سن ال 40 اتعالجت، حبوب اللي مجننانا هتبقى اتعالجت. تمام؟ فيلا بينا بقى ندخل نتعمق. هم عباره دلوقتي عن اول مجموعه، وهي مجموعه التفتيح. وبالمناسبه هي لجميع انواع البشره، دهنيه، جافه، مختلطه، كل المجموعات لجميع انواع البشره عادي جدا. اول مجموعه وهي مجموعه برايت انتنس، من اسمها برايت يعني هتديكي اشراق ونضاره، واعالج تفتيح كمان، نتيجه بقى لتصبغات، عدم توحد لون بشره. اول منتج فيها وهو المنظف. ركزوا عشان هنشرح المنظف دلوقتي المره واحده فقط، عشان هو اصلا موجود هو في نفس ذات المجاميع. المنظف ده ذكي جدا جدا، بمعنى ان هو مش هتحتاجي منظف وتونر، لا هو ذكي، هيقوم بوظيفتين، منظف وتونر في نفس الوقت. الرغوه بتاعته ناعمه جدا جدا جدا، من ذكائه والتكنولوجي بتاعته العاليه جدا، ان هو بيهيئ البشره للامتصاص. يعني انا مجهز لك، يعني مجهز البشره ان هي تمتص اللي هيدخل لها، سيرم او وراه كريم نهار او وراه كريم ليل. تمام؟ من اللطيف فيه كمان ان هو في حاجه اسمها بايو ليبيد سيستم، يعني بيعمل طبقه عازله لحمايه البشره. هو رغوي ناعم جدا جدا جدا، فبينعم ويرطب البشره كمان. جميل فيه ان هو بينظف البشره بدون ما يفقد الدهون المفيده اللي جوه البشره، يقدر يهيئ نفسه، الدهون الضاره يشيلها والدهون المفيده يسيبها. الخطوه التانية معانا وهو كريم العين هنا، وهو طبعا عن الهالات والتصبغات. في حاجه
ربنا خلقنا بيها، وهي لما الميلانين بيتفرز بشكل كبير جدا هو ده اللي بيسبب تصبغات البشرة، سواء تعرض للشمس، ما عملتش روتين اسبوعي ويومي لبشرتي، ما اهتمتش، ركبت ميك اب مبهدله بشرتي وده ادى الى تصبغات، ما بحطش صن بلوك، كل ده. ففي تكنولوجي اسمها بايو ليمي لوك، بمعنى ان انا هعمل لوك لافراز الميلانين اللي هيخلي لي يحصل لي تصبغات. فكريم العين هنا بيعالج التصبغات وبيعالج منطقه الهالات، يعني هيعالج الغمقان اللي حاصل لك نتيجه تصبغات وعدم اهتمام بشرتك. كمان كريم العين هنا في مجموعة برايت انتنس معمول من حاجة اسمها النايسيناميد، يعني بيجدد لي خلايا البشرة، ان انا بفتح البشرة وبجدد خلايا منطقة العين كمان. وطبعا زي ما اتفقنا ان انا ازاي بحط كريم عين، عارفين الصباع بتاع الدبلة ده، بحط كريم العين هنا فيه نقطة صغيرة جدا وبعمل كده في الحتة ديت، ما بدخلش هنا جوه كده القرنية، لا في العظمة بتاعة الخد، وبطلع هنا فوق تحت الحواجب كده، وهي دي طريقة وضع كريم العين. ندخل في اللي بعده، الخطوة اللي بعديها وهو السيرم. السيرم هنا بقى فيه المادة الفعالة، بمعنى ان المنتجات اللي موجودة جوه كريم الليل وكريم النهار وكريم العين، معظم المكونات اللي جوه واحدة في كل المجموعات، انما السيرم مختلف في كل مجموعة، علشان هو في المادة الفعالة اللي هتبقى موجودة في مجموعة التفتيح عشان تفتح، او المادة الفعالة اللي موجودة في مجموعة التجاعيد علشان تعالج تجاعيد وترهلات وهكذا. تمام. في تاني التكنولوجي اللي هي اسمها بايوليمي لوك، الكلام بيتجدد عشان لو المصطلحات مختلفة بالنسبة للناس او جديدة بالنسبة للناس اقدر ان انا افهمها. السيرم في التكنولوجي اللي هي اسمها بايوليمي لوك اللي بتجدد خلايا البشرة وبتمنع افراز الميلانين اللي بيسبب التصبغات. زيد في حاجة بقى هنا كمان اسمها اوري بيتايد 3. الاوري بيتايد 3 ده احنا كلنا عارفين حاجة اسمها فيتامين سي، كل البنات دلوقتي انا عايزه سيرم فيه فيتامين سي، انا عايزه فيتامين سي. فيتامين سي عشان بيجدد خلايا البشره وبيدي نضاره، وهو ده اللي بيدي النضاره والاشراق والبرايت نفسه من اسم المجموعه البرايت انتنس. فالاوري بيتايد 3 اقوى مليون مره من الفيتامين سي، هو يعني بيوازي ده ولكن اقوى منه جدا. فالاوربيتايد 3 هنا هو اللي بيديني نضاره وبيديني اشراق البشره، وبرده موجود معانا برده النياسيناميد اللي بيجدد لي خلايا البشره وبيرطب لي البشره كمان. في كريمات الليل والنهار في مجموعات فيها كريمات ليل لايت، كريمات نهار ريتش. طبعا احنا عارفين ايه الفرق ما بين اللايت والريتش، ان الريتش بتبقى محتاجه للبشره العطشانه اللي هي الجافه، واللايت بتبقى محتاجه للبشره المختلطه ودهنيه برضو تمشي معاها. تمام. فهنا في المجموعه بتاعه التفتيح اللي هي برايت انتنس، كريمات الليل والنهار لايت، يعني لجميع انواع البشره برضو عادي جدا. دلوقتي بقى هنتكلم عن كريم النهار اللي هو اللايت. في حاجه اسمها انتي بوليوشن اكتيف، يعني ضد التلوث، في SPF من الشمس، برضو عامل حمايه من الشمس، في فيتامين اي بيجدد لي البشره، في هيلورونيك اسيد علشان لو انا وانا بفتح برضو بعمل ملء للبشره لو في خطوط، او عشان انتي لو عايزه تعملي تفتيح وانت سنك 40 سنه وانت سنك 30 سنه، فانا حاطط لك في المجموعه دي هيلورونيك اسيد عشان تفتحي وتعالجي تجاعيد في نفس الوقت. في حاجه كمان برضو اسمها انتي بوليوشن اكتيف ضد التلوث، عشان ده كريم نهار، علشان ده لما انا اطلع بالنهار حاطط لك فيه SPF من الشمس، وكمان حاطط لك فيه التكنولوجي دي اللي هي ضد التلوث عشان لو اتعرضتي للبيئه عامه واي تلوث ودخان والحاجات دي كلها. كريم الليل بقى، كريم الليل هنا في حاجه اسمها بايوسيراميد بيحفز انتاج. احنا ربنا خلقنا عندنا كولاجين، عندنا هيلورونيك اسيد، ولكن بنبقى عايزين الحاجه اللي تحفز من الانتاج بتاعه، تزود من الانتاج بتاعه، تسرع من الانتاج بتاعه. فهو موجوده في التكنولوجي دي اللي هي البايوسيراميد عشان ينتج لي الكولاجين، يأخر لي التجاعيد، او لو في تجاعيد وانا بفتح برضو يعالجها. وفي حاجة اسمها ادفانس نايت، يعني
مضادات اكسده. وانا نايمه خلايا الجسم بتتجدد بالليل، فانا حاطط لك في كريم الليل وانت نايمه بتحطيه قبل النوم حاجه تساعد كمان لتجديد خلايا الجلد بتاعتك، علشان نطلع خلايا نضرة وفيها اشراق ونموت الخلايا القديمة دي. تمام. بالاضافة اصلا كمان في فيتامين اي عشان يحميني ويرطب لي، وبرده مضادات اكسدة عالية جدا. ندخل في مجموعة تانية وهي علاج التجاعيد، اسمها رينكل سموث من اول 20 سنة فيما فوق. هي فيها برضو 5 منتجات: المنظف، كريم العين، السيرم، كريم الليل، كريم النهار. المنظف مش هنشرحه خلاص عشان هو موجود هو. كريم العين هنا بقى برضو هيبقى مشارك معانا مجموعة تانية، موجود معانا في المجموعة دي وموجود معانا في مجموعة الحبوب اللي هي اسمها بليمش. يعني كريم العين بتاع رينكل سموث موجود. هو في تكنولوجي اسمها بايو كولاجين برو. البايو كولاجين برو ده بيعزز برضو من انتاج الكولاجين علشان يعالج لي لو في اي خطوط يعني التجاعيد يا جماعة بتاعت العين بتبقى عاملة كده بالظبط. تمام. بتبقى عامله كده، حته اللي هي بتبقى مكرمشه دي وهنا برضه تبقى مكرمشه. فاول لما احس ان بدا يظهر الخطين اللي تحت كده وثلاث خطوط فوق، اعرف ان بدا يدخل تجاعيد لبشرتي، فابتدي ان انا استخدم كريم العين ده. كمان في النايسيناميد اللي هو فيتامين بي 3 اللي بيحمي البشره وبيرطب البشره. وفي شيا باتر. شيا باتر زبده الشيا معروفه طبعا ان هو بيرطب البشره جدا وبيحافظ على تاخير الشيخوخه المبكره، عشان زي ما اتفقنا في ناس بيحصل لها تجاعيد وشيخوخه مبكره. ندخل بقى على السيرم اللي هو فيه الماده الفعاله لمجموعه رينكل سموث. فالسيرم يعتبر فيه نفس هي المكونات بايو كولاجين برو، وفي النايسيناميد، وفي مضادات اكسده، وفي فيتامين اي. بعديه بقى على طول بنحط كريم ليل، لو انا بالليل او بالنهار بحط كريم نهار، وبرده معانا كريم النهار في اس بي اف من الشمس. هنا اللطيف فيه لو انت مش بتنامي كويس وحد يعني بتتعرضي لارهاق فتره معينه مثلا، بيخليكي قايمه من النوم ووشك ناضر جدا جدا. يعني في ناس لما بتنام فتره طويله بيقوم وشها مورد، البشره مشرقه، الجسم اكتفى من الراحه. فهنا ده بديل لو انت عندك ستريس شويه، مضغوطه، ما بتناميش كويس، فكريم الليل هنا بيقوم يعوض لك ده. لان برضو في الشيا باتر في الاساسيات والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. كريم الليل وكريم النهار هم في كل المجاميع بنبدل. مجموعه التفتيح فيها 2 لايت، مجموعه التجاعيد فيها نهار لايت ليل ريتش. المجموعه التانية بتاعت الترهلات هم نفس ذات المكونات الموجوده، عشان زي ما اتفقنا ان السيرم هو اللي بيكون فيه الماده الفعاله. فهنا كريم الليل فيه الماده الفعاله برضو اللي هي بتحفز من انتاج الكولاجين عشان اعالج التجاعيد. ندخل مجموعه الليفت اند فيرم، 5 منتجات: الغسول، كريم العين، سيرم، كريم الليل، كريم النهار. منظف مش هنشرح وشرحناه مره. كريم العين والسيرم في حاجة اسمها بايو سبارتوليفت. بايو سبارتوليفت زي اسم المجموعة ليفت اند فيرم، لعلاج لشد البشرة ومرونة البشرة، عشان هنا مناسبة للترهلات. لو انا عندي ترهلات فالبايو سبارتوليفت ده اللي هيشد لي البشره. عارفين الجلد لما بيترهل كده فهم بيروحوا ياخدوا حقن عشان يتشد كده، او بيعملوا تدبيس. في تدبيس ان هم بيمسكوا الحته دي كده ويرفعوها ويدبسوا هنا ويدبسوا هنا وغرز. وطبعا مع مرور الايام وتقدم العمر دي بتفك وبترهل اكتر من الاول. فاحنا حاطين لك المنتج الطبيعي اللي هو البايو سبارتوليفت، هيشد البشره ويديني مرونه للبشره في السيرم وفي كريم العين عشان منطقه العين، وطبعا موجود بكميه اكتر في منطقه العين. ندخل بقى على كريمات الليل والنهار، هم برضو اللايت والريتش. حاجه مهمه جدا لو انتي بشره دهنيه قوي، ابعدي عن مجموعه الترهلات دي في الصيف، ما تستخدميهاش في الصيف. يعني بدليها لو انت في الصيف، استخدمي مجموعة بليمش اللي هي هنتكلم عنها دي دلوقتي، اللي جه الدور عليها بتاعة الحبوب. مجموعة بليمش بقى برضو 5 منتجات:
بس المجموعة دي لطيفة جدا جدا، عشان بيبقى في ناس عندها تجاعيد وعندها حبوب، بتبقى خايفين ان احنا نرشح لها مجموعة التجاعيد طالما في حبوب. فالمجموعة دي تحفة جدا، نقدر ان احنا نرشحها صيف شتاء. يعني يا جماعة رشحوها وتطمنوا جدا جدا، هتعالج الحبوب وتعالج تجاعيد، ولو في كمان مرونة للبشرة برضو هتعالج حاجة زي كده. هي عبارة عن 5 منتجات، هنشرح فيها حاجة واحدة بس. ليه؟ عشان قلنا المنظف هو وقلنا كريم العين رايح معانا في مجموعة التجاعيد بتاعة رينكل سموث، وبرده رايح معانا مجموعة بليمش دي، تمام كده. ومعانا كريم الليل وكريم النهار. السيرم بقى المادة الفعالة هو ايه اللي بيلعب في الموضوع كله. هو في حاجة اسمها بايو سبام كنترول. البايو سبام كنترول ده المادة الدهنية الموجودة في البشرة، اللي هو بيسيطر على نسبة الدهون اصلا كمان. وفي حاجة اسمها الاوربيتايد 3 اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هو اقوى من فيتامين سي. وكمان احنا عارفين ان ساليسيليك اسيد هو اللي بيطرد الدهون، فاتفقنا القوي في الاقوى منه. ففي حاجة اسمها السوكسينيك اسيد. السوكسينيك اسيد ده اقوى من الساليسيليك اسيد، اللي بيطرد الدهون الضاره ويسيب الدهون النافعه تستفيد بيها البشره. وبعديها على طول كريم الليل وكريم النهار، الريتش واللايت اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي فيهم الشيا باتر، اللي فيهم فيتامين اي، اللي فيهم الهيالورونيك اسيد اللي بيعزز من انتاج الكولاجين، اللي بيديني النضاره، اللي بينفعني في كل المجاميع اللي انا بحتاجها. المجموعات دي قوية جدا جدا، مع مداومة الاستعمال بتاعها لمدة 14 يوم في الكورس العلاجي بتاعها بالظبط، هتجيب لك نهية اي مشكلة في بشرتك، وكمان هتديكي نقاط اضافية عشان تاخدي بيها هدايا. يعني انت هتاخديها وتاخدي بيها هدايا كمان. يا ريت في مجموعات نوفاج بلس او حتى كمان نوفاج اللي قبل دي، حرفيا بجد انا كنت بوضح لاعضائي ان دلوقتي اي دكتور تجميل او دكتور جلدية الكشف بتاعه كام؟ يعني اقل دكتور او بيبقى لسه بادئ او لسه مش مشهور او مش معروف، اقل حاجه بتبقى ب500 جنيه حرفيا، والعلاج بتاعه بيكون غالي جدا. فتلاقي نفسك دخلتيلك في مبلغ مهول، او لو بدأ ياخدك في حته اللي انت تروحي تعملي كذا سيشن، او في بقى ابر، او غير العلاج اللي انت بتاخديه اصلا نفسه من الصيدليه، الموضوع بيكلف. وبسمع ارقام مهوله من ناس مش طبيعيه. مجموعات اوريفليم بتاخدي عليها خصم، السعر بتاعها معقول، بتاخدي اصلا كمان عليها هدايا. وزي ما اتفقنا هي منتجات طبيعية علاجية طبية بنسبة 100%.